بدون مقدمات ومن غير تفاصيل، تعال احكي لكم عن بلد ميتة من الرفاهيات اللي أي بلد عايشاها. قوانينها صعبة وشعبها ما بيشوفش الضحكة، والحياة فيها قاسية بمعنى الكلمة، وده لأن البلد حاكمها ما يعرفش إلا السياسة وفرض الدكتاتورية على شعبه. تقريبا شخص ما اتحضنش وهو صغير، قلبه تقريبا مجرد بالمشاعر، لدرجة إنه يعدم وزير التربية والتعليم عشان نام غصب عنه في اجتماع، أو حد من وزرائه مسقفش بحماس. أيوة، زي ما جه في بالك عزيزي الخبير والخبيرة، أنا بتكلم عن كوريا الشمالية، وهي أغرب دولة فيها حاجات عادية بس محظورة فيها. في كوريا الشمالية، أو ممكن نسميها بلد الخوف، فزعيمها ممكن نوصفه بأنه مرعب أو ديكتاتوري، وده لقب مش كفاية عليه، لأن الراجل ده مش مخوف الدول اللي بره، لا ده مخوف شعبه كمان، وده بسبب قواعده المستبدة الغريبة اللي عاملاها الحكومة. ومع التقدم والحياة الحرة اللي بتتمتع بيها دول العالم، إلا أن كوريا الشمالية تختلف شوية أو كتير عن دول العالم، وده بسبب القوانين الشديدة المفروضة على شعبها، ده غير القرارات الغريبة اللي أحيانا ممكن تقول إنها ظريفة اللي زعيم كوريا الشمالية بيقررها. ولكن موضوع النهاردة عن حاجات عادية بس محظورة في كوريا الشمالية. مع تقدم العلم والتكنولوجيا في العالم، فالحياة في كوريا الشمالية مش ماشية مع نفس نمط الحياة في العالم، لأن شعب كوريا الشمالية ما عندوش قنوات تلفزيونية غير 3 قنوات بس، والدولة بتراقب القنوات دي على طول. ولو مش مصدق، لا صدق عادي، لأن زمان في مصر أيام جدي وجدك ما كانش فيه غير القناة الأولى والتانية، بس احنا ما كانش مفروض علينا زي الشعب الكوري إنك ما تشوفش إلا القنوات دي، لأن زمان مصر ما كانتش في التكنولوجيا قد كده، على عكس دلوقتي رغم التقدم، إلا أن الشعب الكوري الشمالية مش بس ممنوع من إنه ما بيشوفش إلا ال3 قنوات دول، ده ممنوع يتفرجوا على أي حاجة فيها إعلام ولا حتى برامج تلفزيون. والموضوع وصل درجة إن الفترة الأخيرة اتعدم 50 مواطن بسبب إنهم اتفرجوا على مسلسلات من كوريا الجنوبية. انت متخيل؟ من المعروف ان اللي بيسرق شيء في اي دولة بحكم القانون بيتحكم عليه، ولكن انه يتحكم عليه هو وعيلته دي بقى غريبة بالنسبة لأي حد فينا. ازاي بس عادي يا عزيزي؟ لان دي دولة حاكمها ديكتاتوري، وهو اللي بيخلق القوانين وهو اللي بينفذها، فطبيعي ان يقول اي قرار غريب ومش طبيعي، زي انه يحكم على حد سرق حاجة هو وعيلته لا كانت معاه وقت الجريمة ولا شاركت فيها حتى. ده مش بس كده، ده محددين درجة قرابة اللي هيتحبسوا من أهل اللي سرق، وهم 3 أجيال من أهل المجرم، وهم الأب والجد والابن. وافتكروا إن القانون ده هيمنع الأشخاص من ارتكاب الجرائم ويمنعوهم من فكرة الهروب من السجن. ولو فكرت تهرب سهلة، بس لو جد ورينا بقى هتهرب أهلك إزاي. كوريا الشمالية موجود فيها إنترنت وكمبيوتر على فكرة، لأن كوريا الشمالية ليها شبكة خاصة ومتقيدة باسم كوانج ميونج، وعليها حوالي 5500 موقع، لأن محظور عليهم استخدام المواقع الدولية. ولو أنت شخص دماغك ذكية حبتين، فممكن يسمحوا لك تزور المواقع الدولية. وبالنسبة للواي فاي فهو ممنوع هناك، ومفيش أي جهاز حتى الموبايلات موجود فيها واي فاي، ولا حتى البلوتوث في أي جهاز مصنع في كوريا الشمالية. وممنوع يستخدموا أي نوع موبايل مصنع بره كوريا الشمالية زي أبل أو مايكروسوفت، ولو حصل ودخل جهاز جوه كوريا الشمالية بيتعاقب المستخدم واللي دخل الجهاز للدولة. في كوريا الشمالية ممنوع يبقى موجود أدب غربي خاص بالفن والأفلام، وعشان كده بيفتشوا في مطاراتهم الأجانب عشان يمنعوا من دخول أي كتب ثقافية تخص الأدب الغربي. فلو أنت من محبي القراءة، ما انصحكش تجيب معاك كتاب وأنت جاي كوريا الشمالية. لو حبيت تسافر كوريا الشمالية وحبيت تعرف تفاصيل عن أي حاجة هناك، فسؤالك هيبقى زي عدمه، لأن محدش هيرد عليك من غير ما يكون معاك تصريح حكومي إنك تتكلم مع أي حد من الشعب. غير كده هتلاقيه فص ملح وداب. إنك تتكلم في كوريا الشمالية مع حد ممنوع، لكن التصوير ده ممنوع فوق الممنوع، حتى لو هتحتفظ بصورة الزعيم معاك. معرفش ليه يعني، فأنت هتتعاقب. كوريا الشمالية بتعاقب أي حد متدين، وده عشان هي دولة ملحدة رسمي ومش بتعترف بأي شعائر دينية. الولاء والطاعة بس للزعيم، لدرجة إن كل سنة يوم 8 في شهر يوليو لازم شعب كوريا الشمالية يقلبها مناحة، لأن اليوم ده يوم ذكرى وفاة جد زعيم كوريا، اللي هو ذنبي إيه كفرد من أفراد الشعب أحزن على جدك؟ ده كله عشان ما تعدمش؟ طب ما ممكن مثلا أي حد من أفراد الشعب يهرب ويخلص من التعذيب ده. للأسف مش سهل، لأن لو حد من شعب كوريا الشمالية فكر إنه يهرب مش هيعرف يهرب من الأسلاك الشائكة والحصون، ولو عارف يهرب فينسى عيلته، لأنهم هيتعاقبوا بسببه حسب قانونهم للسجن مدى الحياة. اختيار شغلانتك في كوريا الشمالية مش بمزاجك، حتى حلم زي ده صعبوه على شعب كوريا الشمالية، لأنهم بيحددوا مصير حياتك من يوم ولادتك. مش بس شغلانتك، ده لبسك، طريقة حلاقة الشعر وطريقة المشي، حتى حلمك إنك تكون مثلا دكتور هيبقى صعب عليك،
لأنهم بيحددوا شغلانتك على حسب والدك بيشتغل إيه. فلو والدك مزارع فهيبقى أنت مزارع، وما تفكرش إنك ترفض أو تسيب شغلك، لأن في كوريا الشمالية لما بتعينك الدولة بتستمر على الشغلانة دي لبقية حياتك. أصدر زعيم كوريا الشمالية وحكومته قانون بيصنف الشعب فيه لطبقات، وبيتصنفوا ل3 فئات رئيسية. الطبقة الأولى دي للزعيم واللي تحت إيده قرايبهم، والطبقات التانية ودول من معظم سكان البلد من الحرفيين والتجار. أما الطبقة الثالثة واللي هي الطبقة الأدنى، ودي الطبقة المعادية للدولة أو الأشخاص اللي مش مرغوب فيهم، وهم المحامين وملاك العقارات والوزراء النصرانيين أو حتى لو ليهم قرابة في دول، فدول بيعتبروهم من نفس الطبقة المعادية. لو أي شخص حب ينقل حياته من بلده للعاصمة فاللي هيشغل باله إنه يوفر سكن أو شغلانة. إلا في كوريا الشمالية محدش ليه حرية إنه ينتقل من بلد للعاصمة أو إنه يدور على شغلانة، لأن من قوانين كوريا الشمالية إن محدش له حق اختيار السكن أو الشغلانة إلا إذا كان شخص عنده قوة ونفوذ، أو شخص ناجح، أو شخص متشدد من الحزب الحاكم نفسه، أو إنه يكون من طبقة راقية في البلد. ومحدش له حق ينتقل للعاصمة من غير تصريح موافقة من الحكومة. وكمان مش بتتعرض الشقق السكنية للبيع بشكل رسمي، لأن الحكومة هي اللي بتوزعها على الشعب، وهي اللي بتحدد مين ويسكن فين. تفتكروا لسه في حاجات محظورة تانية في كوريا الشمالية وهي أصلا عادية؟ ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تستفيدوا ويوصل لكم كل جديد. مستنيين آرائكم في الكومنتات. سلام.